السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. معاكم اخوكم محمد من قناة فرانكلين رياكشن. النهارده ان شاء الله وباذن الله معانا مقطع جميل جدا ان شاء الله هيعجبكم. مقطعنا النهارده هنتكلم فيه بالتحديد كده عن سائحة سورية بتكتشف المملكة المغربية. بطبيعة الحال احنا بنشوف دايما يعني اكتر دولة في الوطن العربي، ده مش كلام وخلاص، فعلا هي المغرب اللي الناس بتحب تستمتع بتعدد الثقافات بتاعتها وبتعدد يعني الاماكن الطبيعية والشلالات والانهار. ده مش كلام وخلاص، وكله عارف الكلام ده عامة، ان المغرب هي الدولة العربية الاولى في الموضوع ده. الطبيعة، الشلالات، الكلام ده كله اي حد بيحب يستمتع بيه بيروح للمملكة المغربية، ده كلام معروف. فما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك معنا في القناه لو انت جديد، ويلا خلينا نبدا ونشوف الجوله الجميله جدا اللي باذن الله تعجبكم. يلا بينا نبدا. مغاربة يعني فنانين، عن جد فنانين، ولا أحلى من هيك. بقلب الرياض المغربي كتير في ألوان، كتير في تعجيق، بس ما بتحسوه معجق. يعني هي الفوضى كلها مع بعضها راكبة، كلها مع بعضها حلوة. رهيب. بدنا نفطر فول، بس هو بسمونه بصارة. شو عم تعملي لنا يا فاطمة؟ سلم. بسم الله. خلي بالك. بسم الله. تمشاية بالأسواق بتجنن، كتير حلوة. كل سوق فيه يعني هيك بيميزوا طابع معين يعني، بس في من كل شيء. هذا هو الشربيل المغربي. هذا محل سجاد كله بس سجاد يدوي. صباح الخير بقلب الرياض المغربي. يعني تجربة ولا أروع من هيك ولا أحلى من هيك. الرياض ما بتخيل رهيب. التفاصيل. يعني رهيب. الواحد ممكن يقضي اليوم كله بس عم يتأمل كل التفاصيل، لأنه مو معقول. يعني من الخشبيات للديكور لللمبات للفوانيس للألوان لكل شيء، كله التفاصيل كلها مشغولة بعناية ما ممكن تخيلوها. الواحد هيك بس ممكن يقعد ويتأمل، يعني بس يقعد يتأمل كل شغلة والألوان. يعني كتير في ألوان، كتير في تعجيق، بس ما بتحسوه معجق. يعني هي الفوضى كلها مع بعضها راكبة، كلها مع بعضها حلوة. فشي رائع عن جد. المغاربة يعني فنانين، عن جد فنانين، ولا أحلى من هيك. كمان مبدأ الرياض هو يعني الانغلاق نحو الخارج والانفتاح نحو الداخل. بالبيوت العربية كمان عنا بسوريا بالشام أو بحلب، أو يعني بشكل عام البيوت السورية في عنا هيك هذا المبدأ بالبيت العربي. بيحطوا بالشتاء، لأنه هلأ شتاء، فبيحطوا مثل نايلون فوق مشان المطر لما ينزل. امبارح كبسة مطرة كتير يعني قوية. كل غرفة غير التانية، بس كل الغرف يعني مليانة تفاصيل بتجنن. لوحات، الخزن، كلها تفاصيل. حتى الأرضية يعني فيها تفاصيل وكلها يعني مشغولة. انت كده حرفيا لو انت عايز تتكلم عن الزليج او عن الرياض المغربي فانت عايز مقاطع علشان تتكلم عنهم. والله العظيم يعني حرفيا حاجات رهيبة. انت حاليا انت بتشوف فعلا الرياض هتشوفه وهتبص ليه الرياض المغربي، انت هتطلع منه كذا حاجة. تبص على الجدران، الله الزليج المغربي. تبص على الارضيات هتلاقي الفن والحاجات المنحوتة اللي بتكون على الارضيات. هتبص مثلا يعني في الغرف بتاعت النوم هتلاقي حاجات من التراث والفن المغربي. الرياض ده كده معمول كوكتيل، يعني زي ما بيقول عصير كوكتيل من التراث والفن والجمال المغربي. الرياض المغربي، او يعني يا جماعة ميكس رهيب. حتى الارضيات يا شباب مرسومة. التفاصيل فعلا في الرياض المغربي ملهاش نهاية. لوح، رسومات، تراث، فن، حتى الأرضيات يا شباب. يا سلام. شوف المكان ده. شو عم تعملي لنا يا فاطمة؟ مسمن مغربي. يا سلام. المسمن. من النوم. بدنا نفطر فول، بس هو بسمونه بصارة. بيجي مطحون، مو مثل الفول تبعنا. فيه توم وملح وزيت. زيت بلدي، زيت زيتون. زيت بلدي، بس بيكون مطحون يعني طحن، مو مثل الفول عنا بيطحنوه طحن. يعني الريحة فول يعني، بس مثل الشوربة. الفطار المغربي صحي، خدوا في بالكم.
والله اطيب من الفول. ما طيب اطيب، ايه اطيب من الفول هذا لما بيكون مطحون هيك اطيب. وهذا خبز المغربي، الخبز العادي بيقولوا له خبز السوق، وبيكون في مثلا زيت الزيتون. قمح كامل يعني. قمح كامل. وهذا الاتاي المغربي بسموه اتاي، ما بسموه شاي. رايحين هلا نزور اهم المعالم السياحيه هون موجوده بمراكش. بلشنا هلا نهار، الطقس كتير حلو، حراره 25. وبأول فلوق من رحلتي لمراكش رح آخذكم بجولة بأسواق المدينة القديمة لتتعرفوا على روح مراكش. فالأسواق هو أهم شيء تزوروه بمراكش، واللي هي متاهات حقيقية من الأكشاك وورش العمل الحرفية. الحرف اليدوية يا شباب في مراكش من الأساس في مراكش طبعا. تمشاية بالأسواق بتجنن، كتير حلوة، كل سوق فيه يعني هيك بيميزوا طابع معين يعني، بس في من كل شيء. هذا مطبخ مالك والله؟ والله نور عليك. الله يبارك. كلها دي أسواق، يا حماده أسواق شعبية. ويا سلام على الأسواق الشعبية يا شباب. 5 كان مني موجود. مسكرين. كنت سكرته. كان عندنا مناسبة عرس رحنا ازيك يا جلال؟ طنجية المراكشية أنا شايفها. خلي بالك بيقسم تقسيمه حلوه جلال. بارك الله فيك. بفضل الله. خلي بالك. بسم الله. يعني تفطرها لحمه من الصبح. تذوق. هذا ترحيب. الله يخليك. نعم سيدي. من أجمل الحاجات اللي أنا بلاحظها وأنتوا كمان بتلاحظوها من أي حد بيروح زيارة للمملكة المغربية، إنه بيجد حسن ضيافة وترحيب. فده اللي بيخلي الناس كده تحدد على المملكة المغربية إنها تزورها. دي حاجة من الحاجات، إن حسن وجمال وحسن تعامل شعبها. الخروف بقى يا شباب، الخروف الملكي. يا معه. الله. الحمد لله. هي كمونة ملح. ايوه تمام. بس شوف يا سلام، يا سلام على الجمال. يا جلال. ايوه استاذ. خليك حنان معاه يا جلال. ديما. جنن، بدي اجي اصور معكم شي يوم ان شاء الله. ما تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا بالفلوج القادم مقابلتي مع طباخ الملك. وبالعودة هلأ لأسواق المدينة القديمة، فبيقوم التجار والحرفيون المحليون بصنع وبيع منتجاتهم من الحرف التقليدية المغربية بكافة المجالات، مثل المجوهرات وأباريق الشاي والفوانيس والسجاد والجلد ومستحضرات العناية بالجسم والملابس والعطور، وطبعا الطعام والحلويات المغربية والتوابل. يعني باختصار أسواق المدينة القديمة بتضم كل شيء. والله يا أخي جمال وفن يا أخو، تنوع في الأسواق برضه. هذا هو الشربيل المغربي، بلبسوه فوق القفطان المغربي. شوفوا الأشكال كتير حلوة. حاجات تراثية دي، خدوا في بالكم يا شباب في المغرب. يعني الأحذية دي كلها مش هتلاقيها غير في المغرب. هذا دردباشي كله أعمال يدوية من القش، بتجنن، كتير حلوة. اللي عاجبني إن الأسواق منظمة. على الشغل يدوي بس. هذا محل سجاد كله بس سجاد يدوي، بجنن، كله من الصوف. دخلنا على محل زيوت وعطور وصابون، كله مواد طبيعية طبعا المعروفة فيها المغرب، بجنن المحل. هذا قيد فرنساوي لورو تاع. لا العطور اللي عندكم. يا العطر بس هذه مثل اونزا ابوتيكا هنا غبو ديزاين بس اونسي. بالرغم يا شباب من إنها أسواق شعبية، ولكن منظمة ونظيفة. شايفين النظافة والنظام. هاي المنطقة كلها الأعمال يدوية اللي من القش كمان موجودة هون بالساحة. في عندهم أبوعات، في عندهم صحون وشغلات، بتجنن كلها حلوة. يا سلام. يلا
من ناحية النظام والنظافة فيها لمحة من الأسواق التركية. بشوك، بتحس هيك شيء ومشوك. بلزق. ايه بلزق عليه. هي الحرباية عنا. نحن بنسميها حرباية. حرباء. تاتا تاتا؟ تاتا تاتا. نحن التاتا عنا هي الست، يعني الجدة. تاتا. الجدة. ما تخاف تخاف ولا صاحبي. هذه فيها الوينة الزوينة سير. أصبغة. صبغ. ما؟ دي مجلات وقصص يا شباب. خلصت جولتنا ولا اليوم، إيه بس بس؟ لسه ما خلصوا الفلوجات عن مراكش. بالفلوج القادم رح كمل جولتي بالمدينة القديمة واحكي لكم عن وحدة من أشهر الساحات بالعالم، ساحة جامع الفنا اللي ضم اليونسكو لقائمة التراث العالمي، وما في ولا ساحة بالعالم بتشبهها. كلمة بس يا شباب بسيطة عن ساحة جامع الفنا. أنا بسميها الساحة التي لا تنام في مراكش، أو المكان الذي لا ينام في مراكش، على طول ينبض بالحياة. يعني المكان ده بالذات في مراكش دايما هتجد إنه يعني ممتلئ بالناس وبالسياح من جميع الجنسيات ما شاء الله. الساحة التي لا تنام، سبحان الله. وفيها بتتعرفوا على الموروث الثقافي الشعبي المغربي بأبعاده العربية والأمازيغية والصحراوية والأفريقية. فخليكم متابعين قناتي وما تنسوا تشتركوا فيها لتدعموا المحتوى اللي عم أعمله وقدر استمر. ومع السلامة. ديك أرضة المغاربة كلهم والروسيين ومرحبا واستلف ومرحبا. هاك بابك الكاس ديالنا. زي ما انتوا شفتوا، زي ما قلت لكم، طبعا هي اكتشفت وشافت مدينة مراكش. زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، هي اكتشفت مدينة مراكش. ومدينة مراكش فيها تنوع يا شباب رهيب. تنوع، يعني تنوع في الأكل وتنوع في الثقافات كده، حاجات كتير في مدينة مراكش، خصوصا ساحة جامع الفنا. ناس يا جماعة يعني بتكشف عن مواهبها للناس، ناس مواهب كده، اللي بيلعب بالتعبان، اللي بيوري موهبته، اللي بيعمل اللي هي فن الجناوة. في المغرب برضو هتلاقي ساحة جامع الفنا القلب النابض للمملكة المغربية. حاجة كده رهيبة، حاجة انت هتفضل تلف فيها حرفيا. وطبعا طول ما انت وصلت مدينة مراكش فانت لازم تجرب الأكلات المغربية الأصيلة. عندك الطاجين وعندك الطنجية، دي حاجات أصيلة في المغرب، ودي أساسها في مدينة مراكش، الطنجية المراكشية. وبس كده، ادعمنا باللايك واشترك معنا في القناة لو انت جديد، وبإذن الله المقاطع اللي جاية كلها تعجبكم جدا. وعامة يا شباب ومقدما، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك. وبس كده، ما تنساش تعملنا اللايك وتشترك معنا في القناة لو انت جديد، ويلا في أمان الله وحفظه.